السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جريد 5. معاكم مستر أحمد إبراهيم، والنهاردة هناخد ريفيجن على يونت 1. هناخد فيه كونسيبت 2. فلو أنت طالب في جريد 5 ومهتم إن أنت تشوف المنهج بتاع الساينس كامل، فما تنساش تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو، واكتب لنا كومنت بأي سؤال أنت محتاجه، وابعت لزميلك علشان يستفاد زيك. ويلا بينا نراجع على أهم النقط اللي في كونسبت 2 اللي موجود في يونت 1. هنبدأ أول حاجة بجدول كده مقارنة ما بين البلانت والأنيمال، بيجمع ما بين معلومات ما بين كونسبت 2 وكونسبت 1 علشان نبقى كمان جمعنا حاجات من كونسبت 1. عندنا البلانت والأنيمال، عايزين نعرف ده ازاي بيعمل أكله وده ازاي بيعمل أكله. عندنا البلانت من خلال الفوتوسينثيس بروسيس بيعمل كولكت الحاجتين لللايت بتاع الصن وللكربون دي أكسيد من من الاير، وكمان بيعمل ابزورب للووتر من السويل علشان يعمل لنا جلوكوز، لان السنلايت بتساعد الكربون دي اكسيد والووتر يحصل لهم كومبين، يندمجوا مع بعض في الليفز. والكلام ده كله بيتسمى بيتسمى بفوتوسينثيس بروسيس، اللي هي عملية البناء الضوئي. يبقى البلانت كان ميك زير اون فود، بيستطيع ان هو يعمل غذائه بنفسه عن طريق الفوتوسينثيس بروسيس، بس بيحتاج صلايت وكربون دي اكسيد وووتر، وبيطلع لنا الغذاء في شكل جلوكوز اللي بيبقى موجود في الليفز. ده كده عن البلانت. راجعنا كده عملية الفوتوسينثيس بسرعة. ده كان الكلام موجود اغلبه في ايه في كونسبت 1. كونسبت 2 كلمنا عن الانيمال شويه، قال لنا ان الانيمال cannot make their own food، ما بتعرفش تعمل غذائها بنفسها، على عكس البلانت كانت تقدر make their own food. هنا cannot make their own food. طب احنا قلنا ان البلانت بياخد الانرجي بتاعته من الاكل اللي بيعمله اللي هو الجلوكوز عن طريق الفوتوسينثيس. ده بياخد الانرجي بتاعته منين؟ بياخد الانرجي من البيئة اللي هو بيعيش فيها، بيبدأ ياكل منها الحاجات اللي موجودة. تمام. طيب هل كل الكائنات او كل الانيمال بتاكل نفس الاكل؟ لا، الحيوانات مختلفة بتاخد الاكل بتاعها بطرق مختلفة. ممكن تاكل بلانت بس، وممكن تاكل انيمال وبلانت. تمام. طيب عندنا هنا برضو ملحوظة عايزين نجمعها كده عن الكربون دي أكسيد، إن الغاز ده مهم جدا وبيبقى موجود في الهواء. طب ليه مهم؟ لأن هو لو مش موجود البلانت مش هيعرف يتنفس، فبالتالي مش هيعمل عملية البناء الضوئي اللي هي الفوتوسينثيس بروسيس، فبالتالي مش هيعمل ميك زير اون فود، فالبلانت هيموت، فإحنا مش هنلاقي كده أكل ناكله. فالكربون دي أكسيد مهم ولا مش مهم؟ مهم. تمام؟ طب ليه مهم؟ for formation of food plant، علشان البلانت يكون غذاء. دي جدول كده كنا عاملينه. عايزين نخش على نقطة تانية نراجعها مع بعض، وهي الايكو سيستم. عندنا اهو نظام للايكو سيستم. الايكو سيستم ده او النظام البيئي ده فيه كائنات حية واشياء غير حية، فبيضم حبة حاجات بتتفاعل مع بعضها. تعال نشوف مع بعض ايكو سيستم. ايه هو الايكو سيستم؟ الايكو سيستم دي عبارة عن مساحة او مكان، المكان ده فيه زي ما قلنا living organism و non living thing، كائنات حية واشياء غير حية that interact with each other، بتتفاعل مع بعضها البعض. يبقى it's an area or community that include living organisms and non-living organisms that interact with each other. تمام. طيب هل الايكو سيستم ده مهم في حياتنا؟ مهم جدا.
هل مفيش غير الايكو سيستم ده؟ لا، في اوكيان شبه ده، في رين فورست الغابات، في ديزرت الصحراء. تمام. في كذا ايكو سيستم مختلف بيبقى فيه كائنات حيه وفي اشياء غير حيه. ماشي. فاحنا اهم حاجه عندنا نبقى عارفين تعريف الايكو سيستم. تعالوا نخش على نقطه تانية، وهي ايه بقى هي الكائنات اللي بتعيش في الايكو سيستم. احنا قلنا في living organism. هل فيهم انواع؟ في حاجة اسمها producer. البروديوسر دول مين؟ they are group of living organisms that can make their own food. طب هو مين اللي بيعرف يعمل غذائه بنفسه make their own food؟ تقريبا كده كل البروديوسر اللي على الارض بتكون ايه؟ plant. nearly all producer on the earth are plant. تمام. طيب البروديوسر ايه هو تعريفهم؟ دول organism that can make their own food and don't feed on other plants or animal. مش بيعتمدوا في غذائهم على كائنات تانية أو نباتات تانية. عمرك شفت نبات واقف مثلا كده ذرة واقفة بتاكل قصباية، ولا واقفة بتاكل خيارية؟ لأ. عمرك شفت مثلا زرعة قصب كده، ولا ذرة، ولا شجرة، ولا نخلة واقفة بتاكل فرخة؟ لأ. فدول مش بيعتمدوا في غذائهم على نباتات تانية أو حيوانات تانية. طيب مثال على كده إيه؟ البلانت. أكيد البلانت use energy، بيستخدم الطاقة from the sun اللي هي جاية من sunlight to produce their own food by a photosynthesis process. تمام. طيب ده كده أول نوع من الليفينج أورجانيزم اللي هو البروديوسر. في حاجة تانية اسمها الكونسومر. الكونسومر دول عبارة عن إيه؟ They are living organisms that eat other living organisms to get energy because they cannot make their own food. دول بقى غلابة ما بيعرفوش يعملوا غذائهم بنفسهم، فبيعملوا إيه؟ فبيروحوا ياكلوا كائنات تانية. ماشي. زي الانسكت دي بتاكل اهو بلان، وزي البيرد دي بياكل اهو انسكت، وزي الكروكودايل ده اهو بياكل فيش. تمام. يبقى احنا ملاحظين حاجة، اللي الانسكت دي بتاكله غير اللي البيرد ده بياكله، غير اللي الكروكودايل ده بياكله. يعني معنى كده تقريبا في منهم انواع. في عندنا برايمري كونسومر وسكندري كونسومر وتيتري شاي كونسومر. طيب مين هو البرايمري كونسومر، ومين هو السكندري كونسومر، ومين هو التتريشاي كونسومر؟ احنا في الاول عرفنا مين هو الكونسومر في العموم. الكونسومرز دول الكائنات اللي مش بتعرف تعمل غذائها بنفسها زي البلانت كده، ما بتعرفش تعمل او هي كان not make their own food، مش بتعرف تعمل غذائها بنفسها، فبتلجأ لان هي تاكل كائنات تانية. فلقينا في منهم بياكل نبات، وفي منهم اهي بتاكل كده حشره مش عارفين دي عباره عن ايه، وفي منها بتاكل سمكه برضو مش عارفين دي عباره عن ايه. فقلنا ان هم بيتقسموا لبرايمري كونسومر وسكندري كونسومر وتتري شاي كونسومر. عايزين نعرف مين هم البرايمري كونسومر. هقول لك على حاجه من الاخر كده. البرايمري كونسومر دول اللي بياكلوا النباتات، اللي هم من الاخر كده اللي بياكلوا البروديوسر، اللي هم من الاخر كده اللي بياكلوا المنتجات. يعني البرايمري كونسومر اللي هو المستهلك الأول، أول واحد بيستهلك فبيروح يستهلك المنتج اللي هو البروديوسر اللي هو البلان. زي الانسكت دي راحت تاكل إيه؟ بلان. يبقى ده البرايمري كونسومر. They are animals that eat plants. يبقى بياكلوا إيه؟ plants. وهم كمان بيعرفوا بالعشبيات عشان بياكلوا عشب وبلانت وكده اللي هو herbivorous such as many insects rabbits mice. الحشرات والأرنب والفئران دول بيعتبروا مين؟ برايمري كونسومر. ليه؟ عمرك شفت أرنب بياكل لحمة؟ شفت فار بياكل لحمة؟ لا، بياكلوا إيه؟ بياكلوا نباتات. تمام. سكندري كونسومر. طيب دول بياكلوا بقى إيه؟
السكندري كونسومر بياكلوا البرايمري كونسومر. بص بالترتيب كده، مش احنا اول حاجه اخدنا اللي هم البروديوسر، مين بعديهم؟ البرايمري كونسومر. يبقى البرايمري كونسومر بياكلوا اللي قبليهم اللي هم البروديوسر. خدنا بعد البرايمري كونسومر مين؟ السكندري كونسومر. يبقى السكندري كونسومر بياكلوا البرايمري كونسومر. تمام. They are animals that eat primary consumer. زي مين؟ birds and frogs. اهي birds اهي بتاكل اهو البرايمري كونسومر في بقها حشرة، والحشرة دي احنا لقيناها اهو تبع البرايمري كونسومر. Because they eat insect and other organisms that eat plant. بياكلوا اهو كائنات بتاكل البلانت. طب التتري شاي كونسومر بياكلوا مين؟ اكيد بياكلوا السكندري كونسومر. تعال نشوف. They are animals that eat secondary consumer. وبيكون حجمهم large. بص الكروكودايل قد ايه؟ دول بيبقوا زي الكروكودايل وزي الليون. بص الليون بيبقى حجمه كبير قوي، زي الشارك بيبقى حجمه كبير قوي. Meat eating animal like crocodile, lions and shark. تمام، خدنا كده البروديوسر والكونسومر. عايزين ناخد الديكومبيسرز. الديكومبيسرز دول اللي هم المحللات، وده النوع الثالث. ودول بيعملوا ايه؟ بيعملوا دور مهم قوي، بيعملوا عملية اسمها decomposition. تعال نشوف مع بعض. They are organisms that carry out the process of decomposition by breaking down or decaying dead organism. بيمسكوا الكائنات بقى اللي ماتت خلاص ويبدأوا يحللوها، وبيعملوا بكده ان هم بيرجعوا الطاقة اللي اتنقلت من البروديوسر للبرايمري كونسومر للسكندري كونسومر للتتريشاي كونسومر اللي مش بيلاقي حد ياكله ده فبيموت. بيرجعوا الطاقة دي تاني للتربة فيبدأ النبات ياخدها تاني وهكذا. طيب مين زي الديكومبيسورز؟ زي الفنجاي، زي البكتيريا، زي الورمز، واهي الصور بتاعتهم. تمام. طب تعالى نراجع حاجة تانية برضو من اللي احنا خدناها في الليسونات، وهي مصطلحين مهمين أخدناهم مع الكائنات الحية دول اللي هم مين؟ اللي هم البرايمري كونسومر، سكندري كونسومر أو الكونسومر يعني بشكل عام، والبروديوسر وكل الكلام ده. خدنا معاهم حاجة اسمها بري. تفتكر مين هي البري؟ البري دول الانيمال اللي كان is hunted and eaten by another animal. كانوا بيتاكلوا بواسطة حيوانات تانية. لما أخدنا مثال وقلنا زي البلانت لما بيتاكل من الرابت، أو زي الرابت لما بيتاكل من السناك. الرابت لما السناك بياكله بيبقى بري، إنما الرابت لما بياكل البلانت بيبقى مين؟ بيبقى بريديتور. أهو بريديتور. البري ده اللي that is hunted and eaten by another animal، إنما البريديتور in any consumer that hunts and eats another animal، هو بقى اللي بياكل. فخدنا في كائنات ممكن تبقى بري وبريديتور في السلسلة الغذائية في نفس الوقت. وطالما جبنا سيرة السلسلة الغذائية الفود تشين، تعال نراجع عليها مع بعض. فود تشين مثال عليها اهو. بروديوسر اخد الصن والووتر بقى نبات طلع هجرس، جاء البرايمري كونسومر اللي هو الجراس هوبر عمل ايه؟ اكله. ده كده هنا برايمري كونسومر. جاله بعديه فروج اكل الانسكت دي او الجراس هوبر، يبقى ده سكندري كونسومر عشان اكل برايمري كونسومر. يبقى الطاقة اتنقلت من هنا لهنا ومن هنا لهنا. بعد كده جه تتري شاي كونسومر، او ممكن هنا نعتبره برضو سكندري كونسومر، اكل الفروج. والسكندري كونسومر التاني ده لقى هواك بقى ده تتري شاي كونسومر، اكل السناك وما لقاش حد ياكله، عاش حبة بعد كده مات. ولما مات لقى في مجموعة من الكائنات زي الفنجاي والبكتيريا والورمز اللي هم بيعرفوا بالديكومبوسر، عملوا له عملية تحليل عشان يرجعوا الطاقة اللي هو أخدها من النبات. راحت للحشرة، راحت للفرج، راحت للسناك، راحت له
يرجعوها تاني للتربة علشان النبات ياخدها تاني وهكذا. طيب كان في كمان حاجة عندنا اسمها الفود ويب. طب ايه هي الفود ويب؟ الفود ويب دي عبارة عن موديل شو several interconnected food chain، بيبين لنا كذا فود تشين متداخلة مع بعض. تمام. وبالطريقة دي احنا بنقدر ندرس العلاقة ما بين الكائنات الحية في الايكو سيستم بالفود ويب، طبعا افضل من الفود تشين. تمام. طيب تيجي نراجع كمان على ايه؟ تعالوا ناخد كام معلومة عن الفود ويب ونسترجع بيها والفود تشين. احنا عارفين ان الفود تشين دي بتدينا علاقة ما بين الفود والاورجانيزم، ان هي تتنقل ما بين او قصدي الفود والانرجي اللي هي تتنقل ما بين اورجانيزم تو انذر اورجانيزم. يعني احنا عندنا الفود والانرجي عماله تتنقل من الكائن لكائن لكائن لكائن. ده الفود تشين بيوضحه شبه المثال اللي فات. طيب عارفين ان الصن هي اللي بتمد النظام كله بالطاقة، وبتمد اهم حاجة في النظام وهي البروديوسر. ومين البروديوسر؟ البلانت. عشان كده البلانت بيعتمد على الصن to make their own food during photosynthesis process. معلش الريفيجن هنا كل الكلام جاي على اليمين شوية، بس احنا طبعا بنبدأ من الشمال عادي، بس هو جاي على اليمين شوية. كان بس في غلطة، بس طبعا الدروس اللي فاتت كلها كانت متظبطة فيها، وكل اللي جاي يبقى متظبط فيه، هو بس في الريفيجن دي. تمام، يلا بينا نكمل. عندنا كمان ان البلانت ده كان برضو بيمد البرايمري كونسومر بالغذاء. يبقى البلانت provide food series of consumer which may eat only plant and or كمان eat both plant and animal. زي الهيومن بياكل animal وبياكل plant. فالبلانت مهم ولا مش مهم؟ مهم. علشان كده احنا بنقول ان في طرق كتير وفي فود تشين كتير. الفود تشين دي بتبقى متداخله مع بعضها، فاللي بيخليني اعرف ادرس ده في الايكو سيستم هو الفود ويب. يبقى الفود ويب افضل من الفود تشين. طيب في اخر ليسون في الكونسبت 2 ده خدنا دكتور بيكي براك، وهي بتتكلم عن كذا حاجة، وخدنا كانت في طفولتها ايه. فتعالى نراجع كام معلومة عن دكتور بيكي براك. والأول نشوف صورتها. وافتكرنا لما شفنا الصورة دي قلنا شكلها كده مهتمية بالنبات، هي قاعدة في حقل فيه بلانت كتير، وماسكة كمان بوك ونوت كده هي بتسجل فيها بالقلم ملحوظات عن البلان. تعال نشوف دكتور بيكي براك بتعمل ايه. دكتور بيكي براك دي كانت بتحب النبات جدا وبتحب الحيوانات جدا من طفولتها. She always loved plant and animals since her childhood. منذ طفولتها. بس كده؟ لأ، دي كمان كانت بتدرس جروبات من البلانت. ايه ده؟ يعني ايه بتدرس جروبات من البلانت؟ يعني مسكت كده البلانت قسمته لجروب وجروب 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 وجروب، وقعدت تدرس كل جروب. She study groups of plant. بس كده؟ لا، دي كمان she started to learn about ecology. هي كمان بدأت تدرس الايكولوجي. الايكولوجي ده اهو بدأت تدرس الايكولوجي. هل هي درست اي حاجة في الايكولوجي؟ لا، دي اتخصصت في نوع معين من الايكولوجي. ايه هو النوع اللي اتخصصت فيه؟ حاجة اسمها restoration ecology. ايه restoration ecology ده بيعني او بيتكلم عن ازاي بنعيد بناء الهابيتات بعد ما تتدمر. يعني كان في كائنات عايشة في المكان ده، وبعد كده المكان ده اتدمر، فبقى المسكن بتاعهم مش موجود، فبنعيد بناؤه تاني. او كان في نباتات موجودة هنا والارض دي اتدمرت وباظت، فازاي الارض دي بتعيد بنائها تاني وبترجع النباتات دي تطلع تاني. ده اسمه restoration ecology، اللي هو بيعني rebuilding habitats that are damaged. احنا دلوقتي كده رجعنا على concept 2، طبعا مش عليه بالكامل بس رجعنا على اهم النقط. فعايزكم تتفرجوا على كل lesson
وتشوفوا الأسئلة اللي كانت بتبقى في آخر الفيديو على الlesson وإحنا بنحلها وبنتعامل إزاي مع الأسئلة. ولو في أي حاجة واقفة معاكم ما تنسوش تكتبوا لنا على الكومنتات، تقولوا كل اللي انتوا عايزينه هنا على القناة وهرد عليكم في أسرع وقت. كان معاكم مستر أحمد إبراهيم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو، تبعتوا لزمايلكم عشان يستفادوا زي ما انتوا استفدتم. أشوفكم في فيديو جديد، وإلى اللقاء في كونسبت 3. ولما هنخلص كونسبت 3 هنبقى خلصنا يونت 1. جاهزين يا أبطال؟ إن شاء الله مادة الساينس تبقى أسهل مادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.